اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وروتين رمضاني جديد، لسه مكملين في رمضان. اللهم اجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار، وتقبل فيه صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا يا رب العالمين. اللهم امين. روتين رمضاني جديد كده ان شاء الله، روتين حلو تطلعوا منه كده مستفيدين ويعجبكم. هنعمل مع بعض فطار، سفرة فطار اقتصادية وحلوة جدا في نفس الوقت. كمان هنعمل مع بعض تحلية بعد الفطار وكمان السحور. فان شاء الله كده تلاقوا افكار حلوه في الفيديو. تابع معايا الفيديو للاخر. وطبعا قبل ما نبدا الفيديو، لو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي حطي لي لايك من ايديك الحلوه. ولو انت اول مره بتشرفي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. يلا بينا نسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا النهارده. اول حاجه بدات بيها، هعمل معاكم سفره فطار اقتصاديه زي ما قلنا، وفي نفس الوقت جميله جدا ومشهيه وحلوه. اول حاجه كده معايا كيس من لسان العصفور، عشان هنعمل النهارده طاجن لسان عصفور في الفرن. عايزه اقول لكم ان انا كنت مقرره ان انا هعمل طاجن لسان عصفور باللحمه المفرومه عادي، او مثلا بالكفته. يعني هجيب لحمه مفرومه واتبلها واعملها كده مدوره زي كرات اللحم، يعني المدوره زي كفته عاديه يعني. او مثلا هعصج اللحمه واعمل طاجن برضو لسان عصفور. بس لما رحت اشتري اللحمه لقيتها غاليه جدا. اللحمه المفرومه اللي هي اصلا مستورده، اللي احنا كنا بنشتريها علشان شويه رخيصه، فبقت مع الكيلو بقى معدي ال 200 جنيه دلوقتي. فلقيت وانا هناك اللي هو مفروم الفراخ ده. دي صدور فراخ مفرومه، مفرومه ناعم كده زي فرمه اللحمه بالظبط. فعجبتني بصراحة، فقلت اجربها، والحمد لله انا جبتها، لان بصراحة الطاجن بيها كان في حتة تانية احلى بكتير جدا من اللي بيكون باللحم. فعلى كيس لسان العصفور ده نص كيلو من الفراخ المفرومة. تقدري لو عندك مثلا صدر فرخة تفرميه في البيت عادي جدا وتعملي بيها، هيكون جميل جدا. طعمها حلو قوي بصراحة، احلى بكتير من اللي باللحمة واخف كمان. هحتاج للطاجن الجميل بتاعي ده بصلايه كده كبيره تكون متقطعه مكعبات صغيره، وكمان فلفلايه كده رومي اخضر. يعني انا ما كانش عندي فلفل الوان للاسف، كان عندي خلصان يعني. فلو عندك فلفل الوان كمان هيعلي التيست بتاعها والقيمه الغذائيه كمان جدا. وطماطميه واحده كده برضو تكون متوسطه قطعتها مكعبات. ومعايا صلصه، ومعايا كمان مكعب مرق الدجاج. الوصفه بتاعتنا سهله جدا واقتصاديه جدا. لو عندك صدر فرخه زي ما قلت لك تقدري تفرميه وتعملي بيه الوصفه بتاعتنا الجميله دي. ربع كيلو لحمه مفرومه تعملي برضو الطاجن الجميل ده. سفرة اقتصادية، وهتشوفوا معايا بقى السفرة الكاملة يعني متكاملة يعني كده في الآخر، عشان لو حابين تاخدوا فكرة. تغيير في الأكل، كل يوم بنعمل رز والكلام ده كله، فالنهاردة نعمل حاجة تكون اقتصادية وفي نفس الوقت تغيير، وحاجة تفتح النفس بأمانة يعني. أول حاجة كده حطيت شوية زيت في الطاسة وسخنتهم، ورحت نازلة بكيس لسان العصفور كله. حمرته كده لحد ما اخد معايا اللون الذهبي. بعد كده فضيته في طبق على جنب، علشان في نفس الطاسة ما اضطرش انعك او اوسخ يعني مواعين تانية كتير. ففي نفس الطاسه رحت حاطه زيت تاني، ونزلت بالبصله كده دبلتها مع الفلفل لحد ما بدات تنزل شويه ميتها وريحتها تطلع. رحت نازله بالفراخ المفرومه اللي عندي دي، اديتها تعصيجه كده لحد ما لونها بقى اللون الابيض. وبعد كده نزلت بالتوابل بتاعتي. حطوا التوابل اللي انت حباها. انا حطيت فلفل اسمر وكمون وكاري وبابريكا وجنزبيل وشويه من بهارات الفراخ اللي هي المشكله اللي بنجيبها جاهزه من عند العطار عادي جدا. حطي اي توابل انت حباها. بس التوابل اللي انا حطيتها دي كانت مخليه الطاجن طعمه حلو جدا، وما كنتش مكتره بصراحه التوابل عشان طعم الفراخ كده مع لسان العصفور تكون ظاهره. ما يكونش التوابل مغطيه عليها. حقيقي كان جميل جدا، وعلى قد ما هو بسيط على قد ما هو جميل جدا. بعد ما بهرت الفراخ بتاعتي كويس واتعصجت حلو، رحت نازله بالطماطمايه كده اللي انا مقطعاها مكعبات. ورجعت نزلت بيه معلقتين من الصلصه. دي الصلصه اللي انا كنت عاملاها معاكم لو تفتكروا قبل رمضان بحوالي شهر او اكتر، مش فاكره. انا كنت محتفظه بيها في التلاجة، حلوه جدا ولا عفنت ولا غيرت طعمها ولا اي حاجه، جميله جدا واحلى حاجه ان مفيش فيها مواد حافظه زي اللي بنشتريها من بره. بعد ما حطيت الصلصه كده رحت نازله بالميه مغليه ومكعب مرق الدجاج. لو عندك شوربه هتكون حلوه جدا في الوصفه دي. انا ما كانش عندي فحطيت ميه مغليه عادي. ومكعب المرق كان مديها طعم حلو جدا. وبعد كده ملحتها بقى بالملح المبهر اللي كان عندي، وظبطت الملح بتاعها كده. وخلي بالك بقى ان مكعب المرق بيكون في ملح وكمان الصلصة، فلما تحطي الملح اظبطيه ما تكتريش. وبعد كده سبت الطماطم كده. اول صلصه خدت لها غلوتين كده 3 مع لسان العصفور، وكان هو في الوقت ده كان نص سوا، ما كانش مستوي سوا كامل. ولازم يكون عندك سائل في كده في الطاجن بتاعك، يعني ما تكونش لسان العصفور شرب الصلصه او الميه او الشوربه اللي احنا حاطينها كلها. لا، لازم يكون فيها نسبه سوائل. حتى لو لقيتيه شرب السوائل، لا ضيفي له شويه ميه مغليين تاني وحطيهم في الطاجن ودخليه بقى الفرن.
ممكن تحطيه على الصاج مباشرة او على الرف فوق الصاج على طول كده. هو ما بيقعدش كتير في الفرن، يعني ممكن يقعد له بتاع تلت ساعة، بس طبعا غطيه كويس. ممكن تغطيه بورق فويل او باي غطا ينفع يدخل الفرن يعني. انا غطيته بغطا عادي يعني، ما حطيتش عليه ورق فويل ولا حاجة. لما هتلاقيه شرب الصوص بتاعه كده واستوى، هتروحي فاتحه بس الشوايه دقيقه واحده كده ولا دقيقتين، ياخد لون حلو من على الوش وخلاص. السفره بتاعتنا كامله هي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن طاجن اللسان العصفور كده الجميل ده، مع مع عملت شويه بطاطس محمره على مخلل على خيار، وكمان حمرت شويه سمبوسه بالجبنه. يعني كانت سفره جميله وبسيطه وحلوه جدا واقتصاديه، والتغيير في الاكل زي ما قلنا، مش كل يوم بقى رز وطبيخ وكده. فطرنا نعمل بقى الحلو بتاعنا. انا كنت عامله الحلوة على فكرة من الاول، بس علشان خاطر اجمع لكم المقاطع على بعضها يعني، فعملت كل حاجة لوحدها. لكن انا كنت شغالة في الاتنين مع بعض يعني، كنت بحضر الفطار وبعمل كمان الحلويات. هنعمل النهاردة صينية كنافة بالمانجا، حلوة جدا جدا زي بتاعة المحلات بالظبط، ما تفرقش عنها حاجة. الفرق الوحيد انها موفرة جدا جدا عن المحلات، لان احنا عارفين طبعا الكنافة بالمانجا او الكنافة باي نكهة عموما بره في المحلات بتكون غالية جدا، ممكن الكيلو بتاعها يوصل ل 200 جنيه. ما احنا هنعمل في البيت بقى صينية حلوة كده محترمة، ما كلفتناش 50 جنيه. حلوة جدا. هنا اللي حطيت في الطاسة حوالي 3 او 4 معالق من السمنة. حطيت سمنة نباتي على سمنة بلدي علشان ما تكونش كلها بالسمنة البلدي فتكون تقيلة على المعدة. ونزلت بحوالي تقريبا، دول كانوا حوالي ربع كيلو من الكنافة او يمكن اكتر شوية. هما كانوا عندي في الفريزر يعني، فمش عارفة وزنهم بالظبط، فبس هما يطلعوا حوالي ربع كيلو او اكتر، ويمكن اقل كمان، مش عارفة صراحة. المهم حمرتهم كده لحد ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل ده معايا. وهنا بقى مقادير الكريمة بتاعتنا. عملت معاكم الكريمة كتير قبل كده، هنعيدها تاني ونقول مقاديرها. عبارة عن 3 معالق كبار او نص كوباية من السكر. السكر يكون مش بودر، سكر ابيض عادي اللي هو ناعم الحبيبات. ومعايا كمان كوباية مية متلجة على وشها كده بتلج، يعني حطها في الفريزر هتلاقيها متلجة وعلى وشها حتت تلج صغيرة كده. وهنا الكريمة بتاعتي كانت عبارة عن ربع الكوباية باستري كريم، والباقي كان كريم شانتيه عادي من اللي هو الخام اللي بنشتريه من عند المستلزمات الحلواني او من عند اي عطار. انا بحب اضيف الباستري كريم جدا جدا للكريمه، قلت لكم الكلام ده كتير قوي، ان هو بيكتر كميتها وبيخلي قوامها تقيل وحلو، كمان طعمها بيكون حلو بالذات في الحلويات اللي زي كده يعني، في الكنافه والكلام ده بيكون طعمها حلو جدا. والباستري كريم مش غالي خالص، هتجيبي لك ربع كيلو ممكن يقعد معاكي السنه كلها يعني. هتشيليه في التلاجة وقت ما تحبي تعملي اي كريم شانتيه هتطلعي تاخدي معلقه او معلقتين على الكميه. تقدري تحطي برضو نص الكوبايه باستري كريم ونص التاني كريم شانتيه. انا حطيت تقريبا ربع بس من الكوبايه باستري، والباقي كان كريم شانتيه خام اللي هو بدون سكر، علشان كده انا ضايفه سكر. ضربت الاول السكر مع الميه علشان ادوبه الاول، وبعد كده نزلت بالكريمه بتاعتي او بالكريم شانتيه وضربته كويس جدا. انا عايزه قوامه يكون القوام ده، علشان كده ضفت كوبايه الميه كلها. مش عايزاه يكون تقيل قوي علشان ما يخليش الكنافه معانا دسمه كده وتقلنا، واحنا اساسا بنبقى يعني بعد الفطار بنبقى تقلانين جاهزين يعني، مش محتاجين حاجه تتقلنا اكتر من كده. وهنا كمان كان معايا حوالي معلقتين او 3 من عصير المانجا اللي هو تقيل مش خفيف يعني، مركز شويه. فضفتهم يدوا طعم حلو للكريمه، وكمان يدولها لون كمان حلو. وهنا الكنافه بتاعتي بعد ما انا كنت حمرتها كنت سبتها تبرد، ما حليتهاش باي حاجه، سبتها تبرد تماما. وبعد ما بردت حليتها بحوالي معلقتين كبار كده من السيرب التقيل اللي هو اللي انا كنت شايلاه في التلاجة من قبل رمضان. فهو تقيل، اللي هو سيرب الكنافه عموما بيكون تقيل. بس انا ما سقيتهاش وهي سخنه، عشان لو سقيتها وهي سخنه بتلاقيها كده جلدت منك وبقت مكلكعه كده او مكتله، فما بتبقاش حلوه لما تيجي تقطعيها، ما بتعرفيش تقطعيها وبتبقى مكتله في بعضها. لو مش حابه تسقيها بسيرب مثلا وهي سخنه كده وانت لسه بتحمريها على النار، قبل ما تطفي عليها هتضيفي لها مثلا حوالي معلقتين 3 من السكر البودر، برضو تحليها بالسكر البودر. اما انا كان عندي السيرب فانا استقربته بصراحه، فانا زي ما قلت لكم كده هتسيبيه يبرد الاول، وبعد كده هتروحي ساقيه بقى بالسيرب. وما تكتريش السيرب علشان ما تطلعش معاكي الكنافه سكرها زياده، وتجزعي منها كده وما تعرفيش تاكلي منها. انا ما شاء الله كانت طالعه معايا مظبوطه جدا بنفس المقادير دي، لو هتعملوها امشوا ورايا بنفس المقادير دي. انا حطيت حوالي 3 معالق كبار من السكر او نص كوبايه من السكر وانا بضرب الكريمه، وحطيت حوالي معلقتين كبار من السيرب على الكنافه وخلاص. قسمت كمية الكنافة، حطيت نصها في الأول، وبعد كده حطيت الكريمة عندي في كيس تلاجة عادي، أو لو عندك كيس حلواني علشان أسهل بس التوزيع على نفسي، وما اعملش بالمعلقه فاجي افردها كده فتدخل الطبقات بقى الكنافه على الكريمه وكده وتتبهدل مني. فحطيتها في كيس حلواني في كيس تلاجة كده يسهل عليا،
وبعد كده فردتها ورجعت حطيت باقي الكنافة في الطبقة التانية، وعلى الوش حطيت برضو الكريمة. وهنا دي الكنافة اللي كنت مفرزاها معاكم في الصيف، لو تفتكروا كده في الصيف كنا عاملين روتين كده في تفريز للمانجا، فكنت مفرزة المانجا اللي هي الشرايح دي. بس هي كانت المفروض يعني انا اطلعها من الفريزر وهي لسه مجمدة وافردها على وش الصينية وهي مجمدة، فانا ما خدتش بالي خالص، فهي فكت مني، فعشان كده ما كنتش عارفة اتحكم فيها. الشرايح كده كانت يعني طريت معايا، فما كنتش عارفة امسكها، فوزعتها كده بالمعلقة على وش الصينية بتاعتي علشان خاطر المانجا ما تسودش وما تتبلش كده معايا في التلاجة. وعشان كمان اعلي التست بتاع صينية الكنافة بتاعتي، جبت كده شوية من جيلي المانجا، يعني انا جبت باكت جيلي مانجا بس ما خدتوش كله، تقريبا خدت منه حوالي معلقتين او نص الباكت بالظبط، كنت بوريه لكم، كنت تقريبا واخده نصه. عملته ودوبته في نص كوباية مية مغلية، وعليها نص كوباية مية من الحنفية، مية باردة عادي، وقلبتهم كأنك بتعملي جيلي عادي عشان يطلع معاكي تقيل. يعني هما تقريبا ما كانش حوالي كوباية كاملة، يعني هنقول مثلا كوباية الا ربع، يعني مثلا نص كوباية مية مغلية على ربع كوباية مية باردة. وشلتهم في التلاجة يتماسكوا كده شوية بحيث ان هو يكون تقيل ما يكونش خفيف قوي. وبالفرشة كده دهنت الوش الصينية بتاعتي او وش المانجا بتاعتي، علشان زي ما قلت لكم بيعلي التست بتاعها ويديها لون حلو، وكمان علشان ما يخليش الكنافة مهما قعدت معاكي في التلاجة، يعني لو قعدت لها يومين ولا حاجة في التلاجة ما تتبلش وما تغيرش لونها. وبعد كده دخلتها التلاجة شوية حوالي مثلا ساعة علشان خاطر الجيلي يرجع يتماسك تاني. وهنا كنت قطعت منها، هي كان شكلها كده مش متماسك، ده عشان بس اول قطعة احنا عارفين كلنا بتبقى مش متماسكة قد كده، لما نيجي نخرجها من الصينية ما بنعرفش نخرجها كويس، فما بتبقاش متماسكة معانا. وفي نفس الوقت كمان انا طلعتها بالمعلقه الصغيره، فعشان كده كانت متبهدله معايا. لكن عايزه اقول لكم والله بعد كده الصينيه كلها لما بقيت اقطعها بقى واطلعها كده بالمعلقه اللي هي الكبيره او المقصوصه دي، كانت بتطلع معايا مظبوطه، القطعه بقطعتها جميله جدا. كمان لو حابه تعمليها مثلا في بولات بحيث ان كل واحد يبقى اللي يبقى له بتاعته لوحده نفس الطريقه بالظبط، بس بدل ما هتعمليها في صينيه كبيره هتعمليها في بولات كده. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا، منعشه كده ومرطبه وطعمها حلو، خفيفه جدا جدا، سكرها مظبوط بالشعره بالملي مظبوطه، فحقيقي تحفه جدا جدا. عملنا حاجه كده من اللي بتاعت المحلات في البيت، يعني منتهى السهوله ومنتهى البساطه وموفره جدا، حلوه قوي قوي قوي. طبعا قبل ما اختم الروتين معاكم زي العاده كده، زي ما انتم متعودين معايا دايما في روتيناتي في رمضان، زي ما بنحضر مع بعض الفطار بنحضر مع بعض كمان السحور، بحيث برضه تاخدوا افكار. والسحور ده اللي مغلبنا كلنا، يعني الواحد ما بيتعبش في افكار الفطار قد ما بيتعب في افكار السحور. كل يوم بقى عايزين حاجة مختلفة على السحور. فعملت كده النهاردة سفرة سحور بسيطة جدا، برضو عملت فول كده بالقوطة او فول بالطماطم، وهنا كده بطاطس مهروسة. كنت مبهراها كده بالتوابل بتاعه البطاطس، فكان طعمها حلو جدا، وكمان حطيت فيها شويه كده من الكزبره الخضراء. وهنا طبق سلطه الجبنه او الجبنه بالطماطم، ده صديقي بقى معايا في السحور طول الشهر، ما ينفعش السحور يبقى من غير الطبق ده. قطعت كده طماطم على خيار على كمان شويه كزبره على الجبنه، فكان حلو جدا، وخيار بقى وزيتون، والزبادي برضو انا عاملاها، ومربى، والجرجير انا بحب قوي الجرجير او الخس والحاجات دي في السحور بتكون حلوه جدا. يا رب روتيني البسيط النهارده يكون عجبكم. قبل ما تطلعي منه ما تنسيش تحطي لي اللايك